في هذه الحلقة أيها الإخوة سنتحدث عن عهد جديد في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا لكم في نهاية الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى 3 سنين وهو في حصار شعب بني هاشم، وبعد أن جهدوا خرج عليه الصلاة والسلام مع قومه بعد أن نصرهم الله عز وجل وأعزهم بتمسكهم بدينه سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 50 عاما ليحدث ذلك الحدث العظيم الذي هو آية ومعجزة خالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال صداها إلى يومنا هذا. إنها ما يعرف بحادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء، ما الذي حدث؟ وكيف كان لهذا الحدث تأثير وتغيير كبير في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا الأمر، أنه سيهيأ للذهاب إلى الحضرة الإلهية. فكيف هيئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدث حادثة شق الصدر للمرة الثانية، وكنا تحدثنا عن حادثة شق الصدر حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام رضيعا في بادية بني سعد، وهذه هي الحادثة الثانية. أتى إليه ملكان فشق صدره عليه الصلاة والسلام واستخرجا قلبه وغسلاه بماء زمزم ثم أعاداه مرة أخرى إلى مكانه. كان أنس يقول: كنت أرى أثر الخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. فالخياطة وعمليات القلب المفتوح هي قديمة بقدم هذه القصة التي تروى في سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما الحكمة من هذا الأمر؟ هو تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للقاء ربه عز وجل. ولهذا يقول العلماء دائما قبل المناسبات الدينية، قبل رمضان، قبل الحج، إذا أردت أن تقرأ القرآن هيئ قلبك، هيئ قلبك حتى يكون لهذه العبادة أثر عظيم في حياتك. هيئ قلبك بماذا؟ تهيئ بذكر الله، تهيئ بالطاعة، تهيئ بالإيمان، تهيئ بقراءة القرآن، تهيئ بالصلاة، تهيئ القلب حتى يكون قابلا ليستمع ما سيلقى إليه. أتى جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظه، فالنبي أسري بروحه وبجسده على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومعه دابة اسمها البراق، لونها أبيض، حجمها ما بين الحمار والبغل، سرعتها يقع حافرها عند منتهى بصرها، فكانت سريعة جدا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق حتى أتى إلى بيت المقدس، فربط البراق عند الباب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، فوجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما. ولهذا يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه إمام الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قدم له لبن وخمر. الحين كل قصة، كل حادثة لها دلالة. فقدم له لبن وخمر، اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: هديت وهديت أمتك. ثم هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم المعراج. خلاص انتهى الآن دور الدابة البراق، هيئ له المعراج. ما هو المعراج؟ المعراج في اللغة هو السلم. هو سلم، كيف شكله كيف هيئته والله أعلم، لكنه سلم صعد به النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء الدنيا، ثم الثانية إلى السماء السابعة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عبر هذا المعراج إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أو قد أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا بك وبمن معك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، وهنا رأى آدم عليه السلام فحياه فقال له:
مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فحياه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد به إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. أو قد أوحي إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بك وبمن معك. ففتح له فوجد يحيى وعيسى وكانوا أبناء خاله، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صعد إلى السماء الثالثة وقيل له في الاستفتاح كما قيل له في الأولى والثانية، ووجد يوسف عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد إدريس عليه السلام فقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى عليه السلام، أو الخامسة فوجد فيها هارون، والسادسة وجد فيها موسى عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة. السماء السابعة وجد فيها إبراهيم عليه السلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، فقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. تعرفون نسب النبي عليه الصلاة والسلام يتصل بإسماعيل ثم بإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وصل النبي عليه الصلاة والسلام الآن إلى السماء السابعة، وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ ما هو؟ تأمل. أرأيتم الكعبة الآن في مكة بمحاذاتها مباشرة، الكعبة هي مركز الكون، بمحاذاتها أو مركز الأرض بمحاذاتها مباشرة، إن نظرت إلى الأعلى مباشرة سيكون هناك في السماء السابعة البيت المعمور، وهو بيت يطوف حوله الملائكة. فالكعبة في الدنيا كعبة لأهل الأرض، والبيت المعمور كعبة لأهل السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيت المعمور يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. منذ أن خلق الله الخليقة إلى يومنا هذا كم يكون عددهم؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا هو البيت المعمور الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نتحدث عن هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين، فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء من حديثهم. يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة، وفي رواية مسيرة 700 سنة. كيف؟ ما معنى 500 سنة؟ 500 سنة كما بين السماء والأرض، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. هذا ملك من ملائكة الله أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه، وهذا يدلك على عظمة الخالق. إذا كان المخلوق بهذا الخلق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي قال هل تدرون، يقول صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، بين السماء وبين الأرض التي نحن عليها، وبين كل سماء وسماء، وكم عددها؟ 7 سماوات، مسيرة 500 سنة كما بين السماء والأرض. وبين السماء السابعة والعرش، عرش الرحمن عز وجل، بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض.
والله عز وجل فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذه السماوات والأرض على عظمتها ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة ألقيت في فلاة. من يراها؟ لا يراها أحد. فإذا كان هذا المخلوق فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما أتى أحد أحبار اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أنا الجبار، أين المتكبرون أين المتجبرون؟ يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما مبينا عظمة الله عز وجل، قال: يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا عظمت الله يستحيل أن تعصي الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كان هذا حديث عارض عن عظمة الله عز وجل، لكننا كنا نتحدث عن الإسراء، وبلغنا بالمعراج إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور في السماء السابعة ولقائه بإبراهيم عليه السلام. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هذا هو ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، فانتظرونا إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.